كحك العيد. كل سنة وانتم طيبين. يلا نشوف هنعمله ازاي بطريقة السهلة والحلوة دي. يا سلام، شايفين؟ والطعم دايب دوب وناعم جدا وهيعجبكم جدا. اول حاجة هجيب كيلو دقيق واحط عليه الكيلو الدقيق عليه معلقة ونص محلب، ومعلقة ونص ريحة الكحك، ومعلقة ونص بيكنج باودر، ورشة ملح عشان يعزز الدقيق معانا. شايفين؟ معلقة ونص بيكنج باودر. حطيت كل المكونات دي كلها المكونات الناشفة، واربع معالق سكر بودر، وهنقلبهم كويس كده مع بعض في العجين. وبعد كده هنحط 4 معالق سمسم، 4 معالق كبار سمسم، وهنقلبه كويس عشان خاطر الدقيق الهواء يدخل في الدقيق كويس قوي ويبقى هش. فترة واحنا بقلبه هنجهز الخميرة. 50 جرام من اللبن، وهنحط عليه معلقة ونص من الخميرة الفورية. وبعد كده السكر، نص كوباية سكر احنا حطينا منها شوية في الدقيق، وشوية والنص التاني هنحطه مع الخميرة، وهنقلب كويس كده اللبن مع الخميرة مع السكر علشان اتأكد ان هما دابوا. وبعد كده هغطيها لحد ما تخمر، وهبدأ احط الزبدة على الدقيق. الزبدة تكون سخنة. هنا الزبدة 600 جرام على كيلو دقيق. الزبدة 600 جرام عشان يطلع ناعم ودايب معاكي. عايزاه يبقى ماسك نفسه شوية يبقى ممكن 550 جرام. وهنا نفضل نبس في العجين لحد ما اتأكد خالص ان الدقيق شرب كل السمنة اللي انا حطيتها فيه. ولازم وقت البس ده ياخد معاكي يبقى براحتك خالص، وانتي بتعملي لمدة تلت ساعة. فضلت ابس فيه لمدة تلت ساعة عشان اتأكد واطمن ان الكحكاية تطلع معايا ناعمة ودايبة. وطبعا كل شوية بختبر العجينة اشوفها كده مظبوطة ولا لا. فضلت ابس فيه لحد ما خلاص اتأكدت ان هي كده تمام. وهبدأ احط عليها الخميرة. اللبن انا حطيت عليه 150 جرام من المية عشان وحطيته على لبن، يبقى المية 150 جرام والمية 50 جرام، يعني كله على بعضه 200 جرام، وما بنزودش اي حاجة تانية. ولو حسيتي ان العجينة معاكي محتاجة ان هي عايزة تتبس تاني بسيها، وبس ما تزوديش اي حاجة تانية غير معلقة مية واحدة بس. هنا حطيت خلاص المية مع اللبن مع الخميرة مع السكر على العجين بعد ما بسيته واتأكدت تمام ان هو اتبس كويس، لان الكحكاية الناجحة هي لما تتبس كويس. طبعا العجان بيسهل كتير، ولو مش عندك عجان هتفضلي تعملي كده تبقي اعملي بايدك لحد ما تتأكدي كويس قوي ان العجين كده اتشرب من الخميرة واللبن وبقت ناعمة وطرية معاكي. هنا خلاص خلصت العجن وبدأت ارصه في الصينية ونعمله. شايفين حجم الكحكة عامل ازاي؟ احنا هنا عاملين شوية سادة وشوية بالملبن. ده شكلها بعد ما عملتها. شايفين؟ بعد كده هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 في النص، وبتحاولي تبصي عليها كل شوية وتقلبيها من جميع الاتجاهات عشان ياخد لون واحد. هنا اهي هنخرجها دي بعد ما خرجتها. شايفين شكلها اهي كده خلاص استوت. شايف ده الشكل النهائي للكحكة بعد ما خلص. كل سنة وانتم طيبين. يا رب الخطوات تكون عجبتكم والكحك يكون عجبكم.
وتكون طريقة سهلة وسريعة وبسيطة. انا ما خدتش وقت فيها وما خدتش وقت في الكلام ولا في الشرح، لان انا عارفة ان احنا كلنا بنعرف نعمله، بس في تركات كده لازم تخلي نخلي بالنا منها علشان تطلع معانا الكحكة كويسة. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب لو عجبكم الفيديو سبسكرايب واشتراك ولايك وكومنت، ويصلكوا كل جديد من مطبخ نوني. بالهنا والشفا، باي باي.